القدس تيفي، عيش الخبر أينما كنت. أمطار قليلة تفصل بين ساحة العلم وساحة المواجهة، أمطار تفصل بين أطفال على مقاعد الدراسة وجنود يملؤون المكان، بين مكان تقطن فيه أعداد كبيرة من المستوطنين والجنود ومكان يتلقى فيه عشرات الأطفال تعليمهم. هذا هو حال مدرسة قرطبة التي تقع في شارع الشهداء المغلق في الخليل، وتعاني يوميا من ممارسات ومضايقات جنود الاحتلال والمستوطنين. الصعوبات هي كثيرة، بنقدرش انه نحكيها كلها، بس بالمختصر انه كل يوم ازعاج، تفتيش، مضايقات من المستوطنين او حتى من الجيش طول النهار طول الليل، حتى احيانا بنعرف ننام منهم. زمان حرقوا المدرسة، كانوا احيانا يقتحموا المدرسة والبنات مروحين قبل تقريبا 10 سنين كانوا يلاحقوهم بالبيض بشغلات كثير يزعجوهم فيها، يلحقوهم وهم ماشيين في طرق مقطعة من هون، فاحيانا المستوطنين بيلحقوا البنات بكلابهم. إذا كنت طالبا في المدرسة فعند الذهاب للدوام والمغادرة للبيت فعليك أولا أن تمر من الحاجز العسكري على مدخل الشارع وتخضع لتفتيش دقيق قبل أن تسلك شارع الشهداء المغلق المليء بالمستوطنين والجنود لتصل لممر حديدي يقف على مدخله جندي إسرائيلي، لتسلك بعدها طرقا وعرة لتعبر لداخل المدرسة وتشاهد الأسلاك الشائكة حول المداخل والنوافذ التي تطل على ما يعرف ببيت هداسة الذي يشهد تجمعا كبيرا للمستوطنين. بعين إنه كل يوم الصبح بفتشوا الشنط، بيفتحوها، مرات بيأخرونا بزيادة، بيكونوا مسكرين منعين حدا يفوت أو حدا يطلع، بتأخر 5 ل 10 دقائق كل يوم الصبح. مرات بيحاولوا إنه بيضربوا إشي منا أو بيغلطوا عليهم أو بيصيحوا، بخلونا نفتح الشنطة وبيطلعوا جواتها بس هيك إنه حركة فتحتها وخلاص. مرات بيغلطوا علينا. امبارح كنت طالعة أنا وصحباتي في مستوطنة كانت ماسكة ابنها وصارت تغلط علينا كلها ما فهمناهوش ضلت رايحة، ومرة في مستوطن خلى الكلب يهجم على صحباتي. معاناة يومية لطلاب المدرسة، فبعضهم مجبر للسير مسافة الكيلومترين للوصول إلى غرفة صفه التي تبعد دقائق عن بيته، لكن إغلاق الشارع ومنع السكان الفلسطينيين من عبوره أجبر الطلبة للبحث عن طريق آخر لمواصلة المسير صوب حياة علمية تنسيهم هموم حياتهم اليومية. حاجز عسكري وجنود ينكلون بهم عند الدخول، أسلاك شائكة تحيط بهم وانتهاكات مستمرة بحقهم، إلى أن هدفهم نحو العلم هو الطريق للوصول لمدرسة قرطبة. لتلفزيون القدس، محمد العدم، البلدة القديمة بالخليل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.